سيحظى ويتشرف الفريق الوطني لكرة القدم باستقبال ملكي سام من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتفاء وتقديرا للإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققته العناصر الوطنية بمونديال قطر 2022 وبلوغهم المربع الذهبي كأول منتخب عربي إفريقي يبلغ هذا الدور من النهائيات، وهو الإنجاز التاريخي بل الإعجاز الكبير الذي سيرصع سجل تاريخ كرة القدم المغربية التي تعيش عصرها الذهبي في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المنتخب الوطني قادما من قطر يحط الرحال بأرض الوطن، أرض العراقة والأمجاد، أرض التاريخ والبطولات والإنجازات التاريخية العظيمة. استقبال الأبطال يخصص لأسود الأطلس تكريما وتقديرا وتنويها بما حققوه من إنجاز تاريخي ومكاسب كبرى خلال مشاركتهم المشرفة في مونديال قطر، وقدموا أفضل مشاركة في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية في هذا العرس الكروي العالمي. مشاركة مشرفة هي نتاج عمل دؤوب سطرته إرادة ملكية سامية، حيث ارتأى بعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبل أعوام خلت تبني سياسة ملاعب القرب كنواة لاحتضان مواهب الأحياء ومنحها فرص التأهيل والتكوين عن قرب، تكوين تستكمل لبناته داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي شارك من خريجيها 4 أبطال النخبة الوطنية التي خاضت غمار مونديال قطر 2022: يوسف نصيري، نايف أكد، عز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي. واللائحة مفتوحة لأسماء أخرى، فأكاديمية محمد السادس لكرة القدم بكل تأكيد خزان للمواهب تم بناؤها وتجهيزها بتعليمات ملكية سامية وفق المعايير الدولية. هي كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المناظرة الدولية التي نظمتها بسخيرات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم سنة 2017، لن يتأتى بلوغها، يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية، إلا بترسيخ الحكامة الجيدة للهياكل التسييرية وتحسين جودة التكوين وتطوير البنيات التحتية وتوفير متطلبات ولوج عالم الاحتراف وتعزيز آليات تسويق المنتوج الكروي الإفريقي وإيجاد التوازن بين تطوير كرة النخبة والكرة الجماهيرية. نقطف اليوم إحدى ثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله والرؤية الملكية السديدة للرياضة ببلادنا، فالإنجازات التاريخية لأسود الأطلس بمونديال قطر ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وضع أسسها جلالة الملك حفظه الله لتطوير الرياضة وكرة القدم ببلادنا. على أنغام أنشودة الفرحة والبهجة تلج عناصر المنتخب الوطني أسود الأطلس القصر الملكي بالرباط من لحظة تاريخية بمونديال قطر
إلى لحظة تاريخية مميزة عميقة الدلالات هنا بالقصر الملكي بالرباط، حيث تحظى النخبة الوطنية لكرة القدم باستقبال ملكي سام. فالإنجاز الذي شهد عليه القاصي والداني مفخرة وطن وأمة وقارة، إنجاز تاريخي غير مسبوق حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في منافسات كأس العالم بقطر 2022 ببلوغه المربع الذهبي وحيازته المرتبة الرابعة للبطولة العالمية كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي الملحمي في تاريخ منافسات كأس العالم. عناصر الفريق الوطني وأمهاتهم بالقصر الملكي بالرباط في إشارة دالة غنية بالرموز الإنسانية النبيلة، مفخرة وطن وأمة وقارة، وإنجاز تاريخي ألهب مشاعر ملايين الجماهير الشغوفة عبر العالم. ودروس قدمتها النخبة الوطنية في قيم الوطنية وفخر الانتماء نسجها فريقنا الوطني لكرة القدم بقيادة مدربه الشاب وليد الركراكي ضمن رحلة المونديال بقطر، رحلة مليئة بالأمجاد والبطولات، من حلم إلى رغبة فطموح مشروع بأداء متميز، فإرادة قوية تحققت معها مكاسب وإنجازات تاريخية يخطها المغرب ملكا وشعبا ونخبة وطنية بمداد من الفخر والاعتزاز للرياضة المغربية والعربية والإفريقية. لحظة للتاريخ لكتابة تاريخ أمجاد الأمة المغربية في حاضرها ومستقبلها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فاليوم نقطف إحدى ثمار السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللرؤية الملكية المتبصرة للرياضة